وقبل ما نبدأ فيلمنا تعالوا مع بعضينا نصلي على النبي، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وعلشان وجودكم طبعا بيفرق معايا كتير فياريت تكونوا مفعلين الجرس علشان اي ملخص جديد انزله يوصل لكم اشعاره على طول، وتكونوا طبعا تنوروني. وتعالوا مع بعضينا نشوف الفيلم الجامد اللي جايبه لكم النهارده، حاجة كده بقى فاخر من الاخر، بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهاية. وقبل ما ابدأ فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدأ معانا بشيفا وكان بيلعب هنا ماتش الكريكت ده، ويا خساره حظه بيكون وحش قوي والفريق بتاعه بيخسر، وبيروح شيفا يمسك المدرب ده وبيضربه، وبيكون هنا جات وباهو قاعدين على الكرسي ده، وباهو ساعتها بيعجب قوي بشيفا وبيقول لجات انا عايزك تجيبهولي ده هينفعنا قوي، وبياخد شيفا الكاس هنا بالعافيه وبيروح لامه البيت، وامه ساعتها بتقول له ابوك لما يجي هيبهدل لنا الدنيا، وبيجي ابوه هنا وبيضربه وبيقول له انت اتصورت وانت بتضرب الحكم فضحتنا في البلد كلها، حتى دراستك مش نافع فيها، وبيفضل هنا يلطش فيه يمين وشمال لحد ما شيفا هنا بيبقى خلاص هيتعصب عليه وبيرفع ايده هنا عليه، لكن هو بيمسك نفسه على الاخر وبيسيب له البيت وبيمشي، وبيروح لباهو هنا علشان يقابله، وباهو بيقول له انه عايزه يبقى دراعه اليمين، وهنا دان كان واقف هنا بيظبط نفسه ومستني استا لما تخرج هنا علشان تروح الكليه، وبتيجي ومعاها صاحبتها، ودان بيقول لكل الشباب انهم اصلا ما يملوش العين وهو بس اللي هيخطفها، وبيكون شيفا هنا سمعه وبيروح يرن هنا على باهو وبيقول له انت مسكن عندك شباب مش كويسه خالص والكلام ده ما يعجبنيش نهائي، وبتكون مسابقه جمال الاجسام هنا كانت شغاله، وبيجي واحد لشيفا هنا وبيقول له الحق في خناقه بره، فبيطلع هنا وبيلاقي اداتا خبط عربيه هنا زبون ومصممه هنا ان هو يدفع حق التكاليف دي كلها اللي اتكسرت، وشويه وبيمسك فيه، فبيقول شيفا هنا لداتا غور من هنا بقى احسن لك، وبيركب اداتا هنا عربيته، وبيكون استا هنا جنبه وبيشوفهم شيفا هنا وبيغير وبيخبط له هنا على العربيه علشان يمشي، وتاني يوم بتروح استا هنا وبتخبط على الاوضه بتاعته، وبتدخل هنا ساعتها وكان معاها هنا طبق الكحل اللي كانت عاملاه هنا لامه، وبتقعد معاهم، وبيجي ابو شيفا ولما بيعرف منها ان استا في كليه حاسبات بيطلب منها ان هي تعلم سون الرياضه، وبيقعد يقول ابو شيفا هنا على شيفا وكان قاعد ان هو فاشل وكمان مش نافع حتى في التعليم، فبيزعل شيفا قوي وبيقوم يمشي، وبيروح دان هنا لاوضه استا وبيقول لها انهم بيلموا تبرعات للغلابه، وبتديله ساعتها استا هنا فلوس، وبالليل بيروح شيفا هنا واصحابه وبانهم دان بقى ازايز الخمره دي، لكن ساعتها بيلاقوا استا هنا مع سونو اخت شيفا وكانت بتعلمها الرياضه، واصحاب شيفا هنا وشيفا بيكونوا متضايقين قوي ان المكان دلوقتي مشغول وانهم مش هيعرفوا يسهروا، ولما بتشوف استا كده بتروح هنا وبتديهم درس في الاخلاق، وبتقول لهم انتوا ازاي تاخدوا فلوس التبرعات وتروحوا تشتروا بيها خمره، وبتبهدلهم ساعتها وبتخلي كل واحد هنا واقف في نص هدومه، وبعد كده بتلف لسونو هنا وبتكمل الدرس معاه، وتاني يوم الصبح بتكون استا هنا رايحه الكليه وبيشوفها دان وهو قاعد هنا في الورشه بتاعه الموتوسيكلات، وبيروح علشان يعاكسها، لكن شيفا بيروح وبيمسكه هنا في ايده وبيقول له دي تخصني ابعد عنها خالص، لكن بيزعق معاه دان هنا وبيمسكوا هما الاتنين في بعض، بس الرجاله بتيجي وتحوش بينهم هنا، وبيقف شيفا مع صاحبه ناندو هنا وبيقول له شيفا انه قلب اخيرا ده لاول مره من 22 سنه، وبيروح لاستا وبيقول شيفا لصاحبتها ممكن تسيبينا لوحدنا شويه انا عايزه اتكلم معاه على انفراد، وبيحاول ساعتها يعبر لها هنا عن مشاعره، لكن استا بتسيبه وبتطلع الاتوبيس، وبيجي مولد هنا غيشه ولي المدينه، وبتكون استا وصاحبتها هنا قاعدين جنب شيفا، وبتريح استا هنا من التعب على كتف شيفا شويه حلوين كده لحد ما بتكون صاحبتها هنا قامت ورجعت تاني تاخدها هنا علشان يروحوا، وبيروح يقعد شيفا هنا مع اصحابه على الترابيزه، وصاحبه ناندو هنا بيقول له ان اداتا عنده عربيه جامده قوي ومستواه كمان احسن مننا، حتى لبسنا مش شبهه خالص ولا ريحتنا حلوه زيه، ولازم تقدم لها هديه غاليه قوي بوزنها على الاقل، وبيتمشى شيفا هنا في السوق، ومن حظه الحلو بتقع سلسله هنا وعليها حرف استا، وبياخدها وبيفرح بيها قوي، وتاني يوم لما بيركب مع استا الاتوبيس بيقول لها شيفا انا بحبك، وبيحاول ساعتها يديها السلسله، لكن ساعتها الاتوبيس هنا بيدي فرامل في ايده هنا بتخبط فيها غصب عنها، وبتزعله هنا استا وبتفرج عليه الاتوبيس كله، والناس ساعتها بتتلم عليه هنا وبتضربه، وبينزلوا من الاتوبيس وشكله هنا وهو بيبص لها بيصعب عليك قوي، وبتروح استا هنا البيت وبتجيلها ام شيفا وبتقول لها انا عايزه القشطه اللي سبتها عندكم في التلاجة، وبتجيبها لها ساعتها استا وبتديها لها وبتديها السلسله هنا بتاعه
بتاعت شيفا كمان اللي وقعت منه في الاتوبيس. وبيكون شيفا هنا على البحر وبيشوف أداتا هنا وبيخون أستا، وكان قاعد هنا مع واحدة جديدة كان ماشي معاها هنا من غير ما أستا تعرف. وبيروح شيفا البيت هنا وبيقعد ياكل على الأرض، وبتجيله أمه هنا وبتقعد معاه وبتقوله الحي كله بيقول إنك ما عندكش قلب، لكن أنا متأكدة إن ابني قلبه دق خلاص. وبتحكي له ساعتها إن أبوه ما كانش بيديها مشاعر ولا حب خالص، وكانت بالنسبة له واحدة ست بتعرف تطبخ وبس. وبتعيط ساعتها وبتديله السلسلة وبتقوله كان المفروض تنقي حاجة أحسن من كده. وهنا في حفلة المنطقة بتيجي أم شيفا هنا وبتقول لابنها إيه اللي لبسك هدوم قديمة كده. وبتكون أستا هنا واقفة مع أداتا وعينيها كان على شيفا وعلى أمه، ومامته ساعتها كانت واخدة بالها منها. وبيقول أداتا لأستا تعالي نروح نتمشى شوية. وبيروح شيفا هنا بسرعة على المايك وبيغني هنا أغنية لحبيبته، وبيكون ساعتها صوته حلو قوي. وأستا أول ما بتسمع صوته بتعجب بيه قوي بس ما بتقولش لحد، وبتطلع تتفرج عليه هنا من الأوضة. وبيروح أداتا لشيفا هنا أوضته بعد الحفلة، وكان بيحاول هنا يتقرب ليها والجرس ساعتها بيرن. وبتفتح أستا هنا وبتلاقي شيفا وبيديها سلسلة كانت واقعة منها وبتاخدها ساعتها. وبيجي أداتا هنا وبيقفل الباب في وشه وبيروح يزعق هنا أداتا معاها وإزاي هو يجي ويرن عليك الجرس. وبيحاول ساعتها يتقرب لها ويبوسها وبتقول له أستا بصوت عالي بلاش. وبيكون شيفا هنا واقف بره وسامعها فبيرن الجرس كتير قوي. وبيروح أداتا هنا علشان يفتح الباب وبيسأل شيفا أستا لو عايزة أي مساعدة، لكن أستا ساعتها مش بتفتح بقها. وبيقفل أداتا هنا الباب في وشه تاني. وتالت مرة لما بيرن الجرس هنا بياخد أداتا مضرب الكاريكات وبيفتح، لكن ساعتها بيلاقي أم أستا هنا وباباها. والليلة دي ما بيكونش أداتا هنا للحظ معاها خالص. وبينزل أداتا هنا مع أستا على السلم وبيخطف بوسة كده من على خدها بسرعة علشان طبعا يغيظ شيفا هنا لأنه بيكون عارف إن شيفا واقف وشايفهم. وبيطلع شيفا هنا بيعدي من جنبهم وبيبصلها اللي هو انت ازاي تسيبيه يبوسك كده عادي. وتاني يوم الدنيا هنا كانت بتمطر، بيجي أداتا هنا بالعربية بتاعته وبيبقى باعت رجالة هنا للورشة بتاعت شيفا علشان طبعا يضربوه. وبتتحايل أستا عليه ان هما ما يعملوش حاجة. وبيقف شيفا هنا وبيقول بعلو حسه ان انا اقل منك في لبسك وانك بتلبس لبس احسن مني بكتير واقل منك في التعليم وفي مستواك، لكن انا عايزه اقولك على حاجه، انت عندك قلب ابشع من كعب رجلك. وبيروح رجاله أداتا هنا يضربوه ويفضلوا يلطشوا فيه، لكن بعد الضرب ده كله بيستعيد هنا قوته تاني. وبيقوم شيفا هنا وبيضربهم هنا وبيكسر كمان ازاز عربيه أداتا وبيفضل يضرب فيهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبصراحه بيكون روق عليهم على الاخر. وبعد كده بيروح لأستا وبيقول لها شيفا انت بقى انا مش هخليكي تمشي. وبيروح شيفا هنا للقهوه لجاد علشان يشرب معاه السيجار وبيطلب منه فلوس كتيره قوي والا مش هيشتغل معاه. وبياخد ازازه الخمره دي وبيطلع للسوق وبيركب هنا على سقف العربيه وبيخليه كمان يوصله لحد البيت. وبتكون أستا هنا قاعده في البلكونه مستنياه وبيخلي شيفا السواق ينزل هنا يغني ويرقص كمان لأستا لحد ما بتتكسف هنا وبتدخل لجوه. وبتروح ام أستا هنا لأم شيفا وبتقول لها خلي بالك من بنتي لحد ما ارجع من العزبه. وبيكون شيفا هنا مستني أستا في الأوضة وبيطمن إن هي بتعرف تطبخ كويس، فبتقول له أستا إن هي هتروح تاخد العشاء مع صاحبها أداتا. وبيقول لها شيفا كويس ولما تروحي عنده يبقى طمنيني عليه واعرفي لي كده وعارف يصلح الإزاز اللي أنا كسرته له ولا لسه. وبتروح بعد كده أستا هنا على المراية دي علشان تظبط شعرها وبيقول لها شيفا إنه شعرها سايب كده بتبقى شكلها حلو قوي، لكن ساعتها بتقوله إن أداتا بيحبه مربوط وساعتها بتربطه هنا علشان هنا تغيظه. وبعد ما بيمشي هنا بتفكه تاني زي ما هو بيحب. وبيروح شيفا هنا يتجمع مع اصحابه في الاتوبيس وبيحكي لهم اللي حصل، فصاحبه هنا بيضحكوا وبيقولوا ان هي كانت قاعده في المطعم الصيني وبتاكل بشراسه قوي وان هي ما كانتش خارجه مع أداتا ولا حاجه. وبيروح لها شيفا هنا الكليه وبيقوم زميلها من على الترابيزه وبيقعد مكانه وبياخد منها الاكل الصيني ده وبيديها اكل معمول في البيت. وبيقول لها شيفا خلي بالك بقى من صحتك وبلاش اكل بتاع بره ده مش مفيد خالص وهيضرك. وبيقوم ساعتها وبيمشي. وبتكون أستا هنا في البيت وكانت رايحه جايه هنا في البيت. وبيروح شيفا هنا وبيخبط لها وبيقول لها ماما عايزاكي علشان عايز تبعتلك اختي سونو هنا عشان تذاكري لها. فبتفتح أستا الباب هنا وبتوري له ان اخته اصلا نايمه عندها، فبيتحرك شيفا قوي وبيقول لها طب مش خايفين ابات معاكم احرسكم يعني؟ فبتقول له أستا وهي مكسوفه لا. وبتقفل الباب ساعتها وبيحلموا هنا هما الاتنين ببعض. وبتكون أستا هنا واقفه والاتوبيس هنا ما لحقتوش وبيروح لها شيفا هنا بالموتوسيكل علشان يوصلها وبتركب وراه
وبيخليها هنا تحط ايديها على وسطه علشان هيسوق بسرعه، وبيلحق الاتوبيس هنا وبيقف قصاده، وبيخلي السواق يقف، وبيركبها ساعتها الاتوبيس وبيطمن عليها. وبتكون استا هنا قاعده في اللجنه بتاعه الامتحان ومبسوطه قوي بالتوصيله دي. ولما بتخرج هنا بيروح لها شيفا ومعاها قرصه هنا بتاعه زلابيا، وبيعرض عليها ان هي تاكلها بس هي ما بترضاش. وبيوصلوا البيت وبتعرض عليه استا من ورا الشباك ان هو يجي ويتعشى معاها النهارده، وان ابوها هيجي بكره ودي الفرصه الوحيده ليه علشان خاطر يتعشوا مع بعض. فبيفرح قوي شيفا وبيوافق طبعا، وبيروح لها بالطقم الحلو ده وبتخليه يمشي هنا قصادها علشان ما حدش هنا ياخد باله من الجيران. وبيركبوا التاكسي وبيحاول شيفا ساعتها يحط ايده هنا على كتفها بس بيرجع تاني، وبيحاول هنا يلمس ايديها، وبتشد استا هنا ايديها وبتحطها عليه، وهما الاتنين ساعتها بيتفسحوا وبيكونوا راكبين هنا على سقف التاكسي. وبيجيب لها بلالين كتير قوي وبيقعدوا على السور هنا يتكلموا شويه. وبتقول له استا انه يحاول بقى يبطل شويه شغل البلطجه دي اللي هو شغال فيها، وازاي مش خايف كده، ويبطل بقى سجاير وكمان خمره. فبيقول لها شيفا الخوف كله خفته من ابويا وخلاص خلص، ولو شربتي معايا سجاير مره واحده بس انا هبطلها. وبتاخد استا هنا السيجاره وبتكربها وهاتك بقى يا كحه. وبيقول لها شيفا ساعتها انه خلاص هيبطلها، وبيسالها هي عندها مشاعر من ناحيته ولا لا. فبتضحك ساعتها وبتقوم هنا وبيقوم وراها، وبتقول له ساعتها ان كل انسان عنده مشاعر خاصه بيه. وفي يوم التلات هنا الشوارع كلها بتكون زحمه قوي، والناس هنا كانت رايحه هنا تصلي في المعبد. فبيقول لها شيفا ان هو يدخل يصلي علشانها هي، وبتقف استا هنا مكانها وكانت فرحانه قوي باللي هو بيعمله. وبيروحوا البيت هنا والحظ ساعتها بيكون وحش قوي، بيلاقوا ساعتها ام استا هنا وابوها رجعوا ومستنيينهم هنا في البلكونه، وبيطلعوا ساعتها يقعدوا معاهم هنا. وبيسالهم ابوهم اتجوزتوا او بتحبوا بعض؟ فبيقول له شيفا ان هو بيحبها قوي. وبيطلع ابو استا هنا 1400 روبيه وعليهم كمان 100,500 تحية منه لشيفا. وبيسأله هتصرفهم في ايه؟ فبيقول له شيفا عليه 400 للسوبر ماركت و800 للجزار، والباقي هشرب بيه بكرة علشان النهاردة التلات مش بشرب. فبيضحك ابو استا هنا وبيتريق عليه وبيقول له انت بلطجي، وزي ما ضربت ابوك ممكن تضرب بنتي. وفي الاخر بيقول له بص يا ابني انا مدي كلمة لابو اداتا ان استا هتبقى ليه، وهبعت لك دعوة الفرح كمان، وابقى اتمنى لك اللي انت تحضر الفرح يا ريت يعني، وكلمتي مش برجع فيها ابدا. فبيقوم شيفا هنا وبياخد الفلوس، لكن ابوها ساعتها بيقول له انت واخد الفلوس ليه؟ هات الفلوس دي. فبيقول له شيفا انت ما بترجعش في كلمتك مش كده برضو يا عمي، ودي خلاص بقت فلوسي. وبيرمي الفلوس هنا لاستا وبيقول لها دي هديه جوازك. وبيروح يمشي هنا، وبتطلب ام استا هنا من جوزها انهم يسيبوا الحي ده علشان ده طبعا بلطجي وممكن يأذيهم. وبتدخل استا هنا الاوضه بتاعتها وبتبص على شيفا هنا من ورا الشباك وبتفضل تعيط. وبيفضل شيفا هنا مكانه لحد الصبح، كان مستنيه هنا تطلع، والعيال ساعتها بتطلع هنا. وبتطلع استا هنا وبيروح لها، فبتقول له استا ابويا جاي مش دلوقتي. وبالليل بيقفوا هنا في البلكونه وبيفضلوا يحدفوا بعض هنا بالورق ده وبيكتبوا فيه ازاي هيتقابلوا، وبيحدفوا بعض هنا بيه في البلكونه. وبتطلب منه استا انه يكمل تعليمه، فبيبعت لها الورقه وبيسالها لو كملت هبقى ليكي. فبتكتب استا في الورقه وبعدها هنا بتقطعها وبترميها. وبينزل شيفا من البلكونه هنا وبتشعلق في الشباك ده، وبعدها الماسوره هنا. وبيروح لها ساعتها وبيسالها لو كملت تعليمي هتبقي ليا. فبتقول له استا لو جبت درجات كويسه هفكر. وابوها ساعتها بيندى عليها وبتروح له، وبيكون شيفا هنا في اللجنه بتاعه الامتحان، والمراقب هنا بيلاقي ورقه برشامه على الارض وبيشك ساعتها في شيفا وبيكلمه ساعتها باسلوب وحش، وبياخد ورقته هنا وبيطرده من الامتحان. فبيقوم شيفا هنا وبيضربه بالقلم وبيتحبس في الاسم ده. وبتيجي هنا استا وابو شيفا وبيدفعوا له فلوس هنا علشان يخرجوه. وبيروح البيت هنا بالتاكسي وهم في العربيه ابوه هنا بيفضل يزعق له. فبتلف له استا هنا وبتقول له كفايه بقى تزعله قصاد الناس، ده عنده 22 سنه مش عيل صغير، هو كل اللي فيه دلوقتي ده بسببك انت. وساعتها بتقول لهم يا ريت ما تجيبوش سيرتي ان انا جيت معاكم الاسم. وبتنزل هنا وبتروح قبلهم علشان ما حدش هنا يشك فيها. وبتروح استا البيت وبتدخل تلاقي اداتا هنا في وشها، وبيقول لها ان عيد ميلاده النهارده، وصمم هنا ان هم يحتفلوا سوا بيه. وبينزلوا على السلم سوا وبيشوفهم ساعتها شيفا وبيتضايق قوي. وتاني يوم بيروح يلعب مع صاحبه هنا كوتشينه، وبتشوفه استا هنا وبتروح له، وبتلاقيه ساعتها قاعد هنا عمال يشرب خمره ورجع يلعب تاني. فساعتها بتروح له، وصاحبه هنا اول ما بيشوفها بيمشي وبتطفي التسجيل ده. وبيكون شيفا هنا متضايق خالص، وبتقول له استا ان هي هتساعده ان هو يلاقي وظيفه
وان هو لازم يركز كويس قوي في مستقبله، وبتشرب الخمره هنا مكانه، وبتفضل تكح، وبتقول انت وعدتني لو شربت معاك هتبطل، وبتسيبه ساعتها وبتمشي. وبتاخده استا هنا وبيطلعوا على الشغل، وبتقابل هنا صاحب الشركه، وبيقول له ساعتها ان هو هيعينه في الاول ساعي يعمل مشاريب يعني، ويوصل جوابات، ويمسح كمان الارض. فبيتعصب شيفا هنا وبيسيب له الاوضه وبيمشي، لكن بتطلع وراه استا هنا وبتقنعه ان هو لازم يشتغل كده الاول، وبعد كده هيشتغل في الاسهم وكمان البورصه. لكن ساعتها مش بيوافق هنا شيفا الا لما استا هنا بتوعده ان هي هتبقى ليه. وبيدخل تاني بيقابل المدير، وبيوافق على الشغلانه دي، وبيخرج هنا مع استا، وبيقول لها شيفا تعالي بقى نحتفل بمناسبه الوظيفه. فبتطلب منه الاول استا يعرف ابوه ان هو اشتغل. فبيقول لها شيفا ابويا لو عرف هيقطع جواب الشغل اصلا. وبيروح لابوه هنا وبيديله الجواب، وبيقول له شيفا ان هو ابتدى يشتغل. وبيقرا ابوه هنا الجواب، ولما يعرف ان هو اتعين ساعي هنا بيقوم وبيروح على الكاس هنا وبياخد منه فلوس. وبيقول لابو شيفا لبنته سونا انا كنت بحوشها هنا على امل ان اخوك يجيب لي خبر كويس، لكن شكله كده عمره ما هيتحصل هنا على حاجه حلوه، يروح يشتري حلويات اللي انت عايزاه. وتاني يوم قبل ما شيفا هنا يروح الشغل بيسلم على استا هنا من ورا الشباك، وهي كانت بتغسل هنا المواعيد. وبيعدي كام يوم هنا، وبتروح للشغل، وبتقعد جنبه، وبتجيب له ورق هنا ان هو يفتح حساب ويمضي عليها. وبيقول لها شيفا اول مرتب ليا لازم نتعشى بيه سوا. لكن استا ساعتها بتقول له ان هي اتخطبت ومش عارفه ايه مصيرهم. وبيقطع شيفا ساعتها الورق، فبتقول له استا لا يا شيفا مستقبلك وشغلك اهم. فبيقول لها شيفا ان هو اشتغل الشغلانه دي علشانها هي، وقام ساعتها هنا وسابها ومشي. وبتكون استا ساعتها في الاوضه، وامها كانت قاعده هنا معاها، واهلها كلهم كانوا فرحانين قوي بالعريس. وساعتها استا بتكون قاعده هنا وماسكه الخاتم في ايديها، وقاعده تلف فيه هنا، وما كانتش طايقاه خالص. وبيجي شيفا هنا وكان سكران، وبيخبط على الاوضه، وبيقول لها انا مش هسيب الشغل خلاص انا اتغيرت. والجيران ساعتها بتطلع هنا وبتتفرج عليه. وبيقول لها شيفا ان هو اخيرا بقى انسان جديد بسببها هي. وبتسمعه استا هنا من ورا الباب، وبتفضل تعيط. وتاني يوم بيروح شيفا هنا الشغل، وبيعمل شاي هنا للموظفين. وبيجيله تليفون من صاحبه ان استا بتسيب المنطقه. وبيروح شيفا بسرعه وبيلاقي الاوضه هنا اتقفلت بالقفل. وبينزل يقابل صاحبتها هنا، وبيسالها عن مكانها، لكن ساعتها ما بترضاش تقوله. لكن شيفا بيفضل يضغط عليها كتير قوي، وبتقول له صاحبتها. وبيروح شيفا هنا لاستا، وبيقابل ابوها، وبيقول له الفلوس اللي انت عايزها اداده هيدفعها لك. فبيقول له شيفا ان هو بيحب استا قوي وعايز يتكلم معاها. وبتجيله استا ساعتها بيقول لها شيفا قولي لي انت بتحبيني قد ايه. فبتقول له استا انا بحبك كتير بس بحب ابويا اكتر، واللي بينا اعتبره خلاص انتهى. وبتقعد استا هنا في البيت، وما كانتش عارفه تذاكر خالص، وكانت دايما مفطوره هنا من العياط. وبترمي ساعتها الكتاب هنا. وبيجي لها شيفا والدنيا هنا كانت عماله تمطر، وبيوريها ساعتها ان هو فتح حساب ليه وسمع كلامها. وبتشوفه استا هنا وبتفضل تعيط. وتاني يوم بتقول استا هنا لامها ان هي هتروح لشيفا علشان تعمل معاه ذكريات، وبعدها ترجع لعريسها. وبتقابله هنا وبيقعدوا على الصخور دي. وبتقول له استا ان قميصه ده حلو قوي، وان هي عارفه انه عنده 12 قميص. وبتقوله على كل قطعه هنا مكانها فين ودي ايه. وبتكون مركزه معاه قوي. وبتاخده ساعتها بتروح على شقه صاحبتها، وبيشوف البراويز هنا، وبتوري له صاحبها هنا بعدها. وبيقعدوا سوا، وبتبوسوا ساعتها، وبيقعدوا هما الاتنين سوا هنا. وشيفا بيقول لها ان هما لازم يتجوزوا. فبتقول له استا ان هي لازم تتجوز اداده علشان اختارته بعقلها، وهتفضل هنا مع الذكريات ليه هو طول حياته. وساعتها بتعيط، وشيفا كمان بيعيط، وبيقول لها لازم تغيري عقلك ده. وساعتها هما الاتنين بياخدوا بعض هنا بالحضن، وبينزلوا يتمشوا في الشارع. وبيقول لها شيفا انه هيحاول مع اهلها كتير قوي يقنعهم ان هما يتجوزوا، لكن استا ساعتها هنا بتقول له ان هما صعبانين عليها قوي، وهم عمرهم ما هيرضوا عشان هي حاولت معاهم كتير قوي بس برضه ما عرفتش. وبتقول له استا ان هي هتروح هنا ترجع المفاتيح لصاحبها. وهي ماشيه عربيه هنا بتخبطها، وبيرجع عليها شيفا بسرعه، وعربيه بتخبطه هو كمان، وهما الاتنين بيترموا ساعتها في الارض، وبيبصوا لبعض هنا. وساعتها استا هنا بتعيط قبل ما تموت. وام استا هنا لما بتسمع خبر موت بنتها بتقع من طولها هنا. وبيروح ابو شيفا هنا بياخد ابنه، وبيكون متخرشم على الاخر، وبيمسك قداده فيه هنا. وبيكون شيفا ساعتها مش حاسس بحاجه خالص. وبيروح على المشرحه هنا علشان يشوف استا لاخر مره. وساعتها بيشيل الملايه من على وشها، وبيغطيها بيها تاني. وبيجيله ساعتها حاله نفسيه هنا، وبيقعد يتخيلها وهو ماشي في المستشفى. وبيروح البيت كمان، وبتكون حالته صعبه قوي. وبتروح ام استا هنا وبتديله المذكرات بتاعه بنتها، وبيقعد ساعتها يقراها هنا وبيفضل يعيط. وبتعدي السنين، وبيكون هنا شيفا بقى رئيس
شركة استثمارات كبيرة قوي، وشعره كمان شاب، وبيروح يقف على الشباك ده وبيتخيلها كمان جنبه وهي بتقول له استا انت لازم تتجوز، شعرك بقى ابيض خلاص. ولسه شيفا هنا بيطلب منها ان هي تتجوزه، ساعتها بتقول له استا ان هي خلاص ماتت وما ينفعش تتجوزه، ويا ريت ما تتاخرش بقى على ماما علشان زمانها في البيت مستنياك، وخلي بالك منها كويس قوي. وساعتها بتختفي، لكن هو بيكون رافض مسألة الجواز خالص وبيفضل بس على ذكراها. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وتلخيصي ما تنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناة اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.